معلومة في دقيقة: الفطام والصيف اهم حاجة في الصيف ان احنا نحافظ على الفطام من الحر. لازم لو امكانياتي كويسة اركب خلايا تبريد، مفيش امكانيات يبقى احنا اجيب خيش واجيب الشفاط قبلها او مروحة تديني كده قبل الخيش ويديني جو كويس عند الارانب، او اعمل ازايز تلج صغيرة كل حاجة على حسب حجم العين اللي عندي. ازايز التلج في الفريزر بتاعي او اكياس تلج واحطها جنب الارانب، احط بلاطة واحط عليها ازازه مع كل ارنب في كل عين. يبقى احنا كده بنخلي الجو كويس عند الارنب. ودايما البخاخه الصغيره ام 10 جنيه دي ما بتكلفنيش حاجه، املاها ميه ساقعه واحط عليها شويه يود، زي ما قلنا 5 سم يود على لتر الميه، وارش على كل الارانب الصغيره والكبيره. فده مهم جدا في الصيف. العلف يبقى بحساب التهويه، تبقى لازم على طول باستمرار. الشفاط يشتغل باستمرار علشان ريحه الامونيا. النظافه مره او مرتين في اليوم في الصيف بالذات.